بصوا الراجل المختل اللي اسمه عمرو الدرديري، الراجل اللي تقريبا اقسم بالله بيحب يتهزأ من اي جمهور في الدنيا، حتى لو جمهور الزمالك نفسه مش جمهور الاهلي. بيقول لك عفيفي اللي واخدينه القدوه، اللي بيقول لك يوم حلقه سيد عبد الحفيظ كان هو مسيطر في الحلقه. انا ما اعرفش بقى بعمرة ايه. بيقول لك الزمالك من 95 ل 2010 اللي كانوا جايبين انجازات لمنتخب مصر، تمام. وبيقول لك بالاخص الثلاث بطولات من 2006 و2008 و2010. طب انا بص هاخدك من الشعر بيت. في 2006 كان عبد الحليم علي اللي ما جابش ولا هدف وضيع ضربة جزاء. 2010 و2008 مع بعض كان عمرو زكي وهاني سعيد، والباقي الاهلي مع حسني عبد رب وزدان، يعني ابو تريكة، شادي محمد، احمد السيد، سيد معوض، احمد فتحي، محمد بركات. كل ده ما كنتش شايفهم؟ يا بجد ما كنتش شايفهم يعني. عماد متعب كنت شايفهم، احمد حسن كنت شايفهم. ده تقريبا في الوقت اللي الثلاث بطولات دول احنا خدناهم كانت تلات ارباع المنتخب الاهلي. كان هات لي كده، فكرني كده بلعيب فيهم كان اساسي. يعني الزمالك مثلا قول لي فلان اساسي. كان عندك سيد معوض واحمد فتحي من الاهلي، والاثنين اللي كانوا باكات عندك. المساكين كان وائل جمعه، في الديفندر محمد شوقي، قدام بركات وابو تريكه ومتعب. كنتش لاغي في التشكيل تلات لعيبه مش من الاهلي. يعني تقريبا كان عناصر المنتخب ممكن تلاقي 8 من الاهلي في الملعب. انت مستوعب صعب الراجل ده في عز مشاكل الزمالك وفي عز الوكسه اللي الزمالك فيها، وده طالع بيستخف دمه. طالع اكنه ده احنا في عالم وده في عالم لوحده، في عالم موازي لوحده، اللي الناس المختله دي مقتنعه. في عز ان ده او امثله كتير من العيال اللي طلع علينا كتير في الميديا وبيهبد وخلاص، يحط تيشيرت لابس تيشيرت الزمالك وحاطط لي علم الزمالك وراه، فاكر نفسه ان هو كان بيفهم اصلا كوره. بيطلع يحفظه من الراجل اللي زي ده. يقول لك الفساد في مصر الاهلي، الاهلي اللي منجح منظومتك، الاهلي اللي مخليك ليك شكل وسط العالم كله، الاهلي اللي بيجيب حقكم طول الوقت، الاهلي اللي منجح حتى المنتخبات على مدار العصور. وانت طالع تقول الزمالك. هو مش همه في البوست اللي هو كاتبه، هو همه ان يلاقي ريتش كتير بيشتموه، ان يلاقي كذا واحد بيقول له انت راجل مختل، انت راجل مجنون، انت راجل كبير ومعظم، انت كذا وكذا وكذا وكذا. المشكله ان حتى بينزلوا له الاحصائيات في الكومنتات. هو بقى مش فارق معاه ولا كومنت من كل دول، ولا كومنت من كل دول. هو فارق بس ان يوصل للتارجت معين في الريتش، واللي زي ده ياكل عيش وياخد فلوس، واحنا نحرق